السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يغفر لنا ويرحمنا ويعتق رقابنا من النار يا رب، اللهم امين. نغتنم الفرصة طبعا زي ما احنا قلنا في الشهر الكريم دوت، ونجتهد في الطاعة والعبادة. نبدأ الفيديو مع بعض. النهاردة الفيديو بتاعنا بسيط جدا، فيديو صغير كمان مش طويل. هنعمل انا دلوقتي بغلي ميه في الحله اللي قدامكم على البوتاجاز دي، هسلق فيها مكرونه وهعمل كمان جنبها بانيه وبطاطس محمره وطبق سلطه. بس سهل جدا جدا. كل المقصود من الفيديو النهارده ان انا زي ما كنت بقول لكم، لو واحده جايه مستعجله مروحه بيتها قبل المغرب بوقت قصير، ممكن تطلع حاجات من اللي هي فرزتها او جهزتها قبل رمضان، هتنفعها وهتساعدها جدا في الوقت. ومش شرط يكون لرمضان بس يا جماعه، احنا بنتكلم على ان ممكن ان احنا يعني في ستات بيوت كتير ممكن يكون وقتها مشغول بين حاجات كتير جدا، وفي حتى لو واحدة موظفة أو عاملة يعني بتكون مروحة ساعات في الوقت بتاعها بيكون ضيق جدا، مش ما عندهاش وقت كبير ان هي تلحق تعمل وصفه من اولها لاخرها. فالحاجات دي بتساعد. دي انا كان قصدي في الموضوع ان انا ما بقولكوش لازم نجيب اكل ونحوشه او نخزنه ونفرزه، لا. وكل الموضوع ان انا بقول لكم لو باقل القليل ممكن ان احنا نعمل من فرخه واحده وصفه واتنين تقضينا مره واتنين. يعني نيجي بعدين في يوم نكون مستعجلين زي النهارده كده مثلا، نطلع الحاجه ونعملها. انا والله العظيم مروحه النهارده، يعني كنت مروحه بيتي قبل المغرب ما يكملش، هي كانت الساعه 6:45، 6:45 بالظبط، واقفه في المطبخ يا دوبك علقت على الميه بتاعت المكرونه تغلي، جنبها حطيت الزيت، واحدة للبانيه وواحدة للبطاطس. عملت يا دوبك قطعت البطاطس بسرعة وحطيتها تتحمر، وعلى الناحية التانية حطيت الزيت بتاع البانيه. انا كنت مفرزة معاكم ده البانيه اللي انا كنت عاملاه قبل رمضان، طلعت منه طبق وقلت هعمله النهاردة على السريع. ما شاء الله اللهم بارك، والله الاكل ما خد مني تلت ساعة بالظبط. انا بختبر طبعا الزيت بتاعي، بسخن الزيت كويس وبختبر الزيت بتاعي بان هو سخين ولا لا. حطيت كده جزء من الكفر او من البقسماط في الزيت عشان اشوفه سخن ولا لا. الحمد لله لقيته سخن، فنزلت فيه البانيه، وحتى طلع ان هو كان سخن قوي وانا ما خدتش بالي عشان كنت مستعجله جدا. المفروض كان يبقى اهدى من كده يعني، بس يلا قدر الله ما شاء فعل. الطاسه الاولانيه المره الاولانيه حطيت فيها 3 شرايح، والتانية حطيت فيها شريحتين. الاولانيه طالعه والله يعني وشها طالعه متحمره زياده يعني، وانا ما بحبش لونها كده، انا بحب لونها ذهبي. وانا بقول لكم كل حاجه عشان برضو تبقوا انتم عارفين، مش معنى كده ان لازم كل واحده فينا تطلع كل حاجه من تحت ايديها يعني 100%، لا اكيد غصب عننا ممكن بيبقى وارد الاخطاء يعني. ففعلا ده اللي حصل معايا والله. المفروض ان احنا برضو ان نركز، بس كان غصب عني عشان كنت مستعجله والمغرب خلاص هتدان، وعايزه اعمل عصير وعايزه اعمل سلطه وكل الحاجات ديت. قدر الله ما شاء فعل يعني. الحمد لله هي ما اتحمرتش قوي يعني، ما اتحرقتش، بس انا ما بحبش اللون بتاعها يبقى غامق. البانيه لما لونه بيكون فاتح بيبقى احلى يعني. هنا بقى انا دلوقتي سلقت المكرونه وصفيتها. هحط بقى دلوقتي معلقتين زيت او 3 معلقتين، 3 زيت كده حلو. المكرونه بتحب الزيت عشان خاطر تبقى مفرفره كده وحلوه، ما تكونش معجنه. معلقتين زيت، وحطيت معلقه كبيره زبده، وحطيت معلقه صغيره كمون وملح، بس مش هحط غير كده. المكرونه بتاعتنا المره دي بسيطه جدا وسهله للغايه، ما هيش محتاجه ولا خلطه ولا تتبيله ولا اي حاجه. هو احنا بنحبها كده بتكون مسلوقه، ما بنحبش نحط عليها مثلا لا دقه توم ولا بصل، ما بقللهاش يعني لا بصل ولا توم. اللي بيحبها كده طبعا يعملها بالطريقه اللي هو بيحبها. بس هو النهارده كان الاكل كله كان معمول مستعجل يعني على السريع، فيدوب
حطيت بس معلقتين زيت ومعلقة زبدة كبيرة ومعلقة صغيرة كمون ومعلقتين كبار صلصة من اللي هي بتاعت العلب الجاهزة. واللي عايزة تطلع طبعا صلصة من الفريزر من اللي احنا كنا مجهزينها مع بعض عادي ممكن نعملها، بس الوقت كان ضيق جدا ما كنتش الحق ان انا اطلع صلصة من الفريزر تفك وكده يعني. فالمهم ان الحمد لله ربنا طبعا عني وكله بتوفيق ربنا، وجهزت الاكل في اقرب وقت يعني في اقل وقت يعني الحمد لله، وحطينا الفطار واللي صايمين فطروا وكمان عملنا العصير وكل حاجة كله تمام يعني الحمد لله. انا دلوقتي بديلها تقليبة وبحط لها معاها معلقة سكر صغيرة خالص عشان برضو تكسر حموضة الصلصة اللي هي الجاهزة. يعني معلقة سكر ديت انا بحطها في كل حاجة فيها صلصات، معلقة صغيرة خالص، انا مش حاطة المرة دي يعني حتى معلقة كبيرة، لا ده معلقة صغيرة خالص. وظبطت الملح بتاعها وبعد كده قلبت بقى عليها المكرونة اللي انا مصفيها واخليها تتقلب مع بعضها كويس جدا واسيبها تشمع على النار 5 دقايق كده ولا حاجه، وبعد كده هغرف المكرونه بتاعتي. طبعا انا كنت خلاص عملت البطاطس وعملت البانيه جنبها، فكل حاجه يعني جهزت في وقت قليل جدا. رتبوا اموركم وكل واحده فينا تطلع من الحاجات اللي عندها في البيت تطلع منها يعني اسهل حاجة واسرع حاجة عشان نقلل وقفتنا طبعا في المطبخ. وكمان عشان لو احنا مثلا واحدة بتشتغل ومروحة الوقت قصير، واحدة مثلا كانت في مشوار بتشتري لأولادها مثلا لبس، لو واحدة مثلا مع أولادها بتوديهم درس كورس حاجات من دي، فطبعا يعني ان كل واحدة فينا تحاول على قد ما تقدر ان هي ترتب امورها تيجي اليوم اللي زي ده تبقى مستعجلة جدا تطلع حاجة بسرعة وتعمل. وغالبا يعني ان انا الحمد لله انا على طول الوقت بتاعي بكون مروحة في الوقت اللي هو يا دوب قبل المغرب، فانا لو مش مجهزة مثلا حاجة عندي هروح اعمل ايه؟ طبيعي ان انا ممكن اشتري حاجة جاهزة وانا جاي، بس مثلا لو انا مثلا اقدر اشتري حاجة وانا جاية غيري مش هيقدر، وطبعا احنا مش متعودين ناكل من بره اصلا، فعشان كده ايه يعني هتعب يوم اجهز فيه مثلا الحاجة اللي انا هعملها، ايه يعني يوم يعني انا مثلا اقف ساعة ولا حاجة في المطبخ اجهز حاجتي ولا ساعتين، هاجي بعد كده الاقي نفسي مرتاح. يعني مثلا يومها احنا فرزنا، عملت مثلا صلصة وعينتها في التلاجة، عملت صلصة بيتزا، عملت توم، عملت بصل، عملت الفراخ كان عندي هما فرختين 2 مش اكتر من كده، وكان عندي 4 صدور مخلية يعني. عملت منهم طلعت منهم كذا طبق كذا تتبيلة، وعملت منهم طبقين بانيه وطبق استريبس، يعني كلها حاجات هتنفعني في وقت اكون زي دلوقتي مروحة مستعجلة، والحمد لله كله بيتعمل في وقت يعني قليل جدا، وربنا بيبارك في الوقت وربنا اللي بيوفق. يعني يا جماعة ما ننسبش حاجة لنفسنا ان احنا مثلا اللي حاجة يعني خلاص نينجا يعني، لا هو كله بتوفيق ربنا يعني. ربنا يوفقنا جميعا يا رب ويحسن ما بين ايدينا. انا دلوقتي بعمل السلطة، عندي فلفل الوان طبعا اللي انا كنت جايباه وكنت سايباه للسلطة، طلعت قرن نص قرن اخضر في احمر كده، وقرن اصفر خدت منه برضو نصه، وخيارة وطماطمتين، مش هكتر السلطة لان احنا 3 افراد بس، ويعني انا وجوزي وابني صغير، فكل الموضوع ان يدوبك الاكل هي حاجة بسيطة كده مش بنحتاج كتير، هو طبق بس. وايه تاني، وهحط كمان هقطع عليهم كمان ورقتين كزبرة خضرة، وبعد كده هتبلها بالتتبيلة اللي انا بقول لكم عليها يا جماعة، اللي انا بعملها على طول، الدقة اللي انا بعملها من التوم المفروم او من التوم الاخضر، بستغل منه الاخضر اللي فيه، بعمل منه دقة مع طبعا كمون وخل وليمون اكيد يعني. بتطلع حاجة ما شاء الله، يعني التتبيلة بتدي طعم لأي حاجة، لو بتبل بدنجان، لو بتبل سلطة، لو بعمل سمك لأي حاجة، لو فول باخد منها لكل حاجة. جربوها، واللي يعني مش عارف طريقتها ازاي ممكن يدخل على الفيديو بتاع التتبيلات
يعني ان شاء الله يعني تستفادوا ونكون يعني اسباب لبعض. احنا كلنا اسباب لبعض، يعني ربنا يجعلنا عونا لبعض، واي واحده تعرف حاجه يعني بتعرفها لاختها. يعني احنا كلنا اخوات في الله يا جماعه، وكل واحده فينا تعرف حاجه ما تبخلش بيها على صاحبتها او على اختها، ودي كلها اسباب. يعني احنا كلنا اسباب لبعض. ربنا يوفقنا جميعا ويحسن ما بين ايدينا يا رب، اللهم امين. استغفروا ربنا كتير، صلوا على النبي كتير، ادعوا ربنا كتير. الايام دي ايام ما بتتعوضش، يعني يا ريت السنه كلها رمضان. ربنا يا رب يغفر لنا، واوله رحمه وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ربنا يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار يا رب، اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يعني دايما نخلي الذكر على لساننا. ربنا يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ربنا يذكرنا دايما يا رب ان احنا يعني لساننا دوت يفضل ذاكر لله، يعني ما فيش بعد كده. ما شاء الله اللهم بارك. قد انتوا شايفين الاكل ما خدش معايا تلت ساعه بالظبط. حطيت هنا بقى غرفت المكرونه. والله المكرونه ما شاء الله اللهم بارك كانت لونها احمر جدا، الصلصه حتى كانت حمراء ومخليها لونها جميل. معرفش هي ليه هنا مش باينه ان هي حمراء، بس هي كانت حمراء فعلا وجميله. هنا بقى عملت لهم طبق بطاطس محمره كده. قلت اقلي بطاطس واحط عليها كاتشب، بس باين على ازازه الكاتشب دي خلاص بقى كانت خلاص خلصت، وعماله اتحايل عليها عشان احط منها على الطبق، بس هي بصراحه ما رضيتش. قالت لي لا كفايه كده يعني خلاص. فاضطريت ان انا بقى افتح واحده تانية، بس انا كنت مستعجله وكنت عايزاها هي اللي تخلص، يعني تخليني احط منها واخلص. لقيتها فاضيه فطلعت الازازه طبعا التانية وفتحتها. الحمد لله انا كنت جايبه واحده اصلا من يومين، فقلت بقى ادلعهم كده، اخلي البطاطس يعني تغيير برضو، مش كل يوم نعمل البطاطس بشكل واحد، يعني تغيير بطاطس بالكاتشب. وانا يعني عملت ايه؟ مفيش حاجة يعني جديدة ولا افتكست حاجة يعني ولا اخترعتها. وبعد كده انا فتحت الازازه التانية اهوت وحطيت منها وغرفت المكرونه الطبقين بتوعي وطبق السلطه والبانيه بتاعي اهوت. حتى لو تلاحظوا اللي طالع الاولاني لونه غامق شويه، لان الزيت كان فعلا سخن عليه جدا في الاول. المفروض ان احنا بنسخن الزيت الاول وبعد كده بنهدي النار، او يعني ما نسيبوش لدرجه ان هو يبقى الزيت حمي قوي، يعني هو سخن. وبعد كده نحط البانيه وايه، وبعد كده